بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس، دموع نبضي دموع نبضي. اسمعوا القصة دي. داود ابن نصير الطائي رحمه الله لما بلغ من العمر 5 سنوات أسلمه أبوه إلى المؤدب، فابتدأ بتلقين القرآن، وكان الولد لقنا. كان لقنا يعني تقول له حاجة يحفظها على طول. فلما تعلم سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وحفظها. رأته أمه يوم الجمعة مقبلا على الحائط مفكرا يشير بيده. أمه شافته واقف كده قدام الحيطة، بصص في الحيطة وعمال يشاور بإيده، فخافت على عقله فنادته يا داود يا داود، لم يجبها. فلما لم يجبها ذهبت فهزته ودعت بالويل والسبور، فقال ما لك يا أماه، أبيك بأس؟ فقالت أين عقلك يا داود؟ قال مع عباد الله. وقت بيتكلم كده كأنه بيحلم، مع عباد الله. قالت من عباد الله؟ قال الذين في الجنة يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فقالت في الجنة وكيف رأيتهم في الجنة؟ قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، فلم تدر ما تجيبه. قرأ حتى وصل إلى قوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. التفت إليها وقال يا أمة ما كان سعيهم؟ فبكت ولم تدر ماذا تجيبه. فقال لها أمة قومي عني حتى أتنزه عندهم ساعة. فأرسلت إلى أبيه فجاء فأعلمته شأن ولده، فقال له أبوه محمد ما لك يا داود؟ قال سلها ما لها إنما سألتها ما كان سعيهم. قال كان سعيهم أن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هي جنة طاب وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفانٍ، فنعيمها باق وليس بفانٍ. لا بشكي ولا بحكي ولا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس، دموع نبضي